الحج والعمرة، العمرة خاصة من الأسباب اللي أدت إلى ارتفاع الطلب على العملة. قيمة الدينار تاعي مثلا، لما الدينار اليوم نقولوا راه يدير 140 دولار، نوصلوا أنا باش يدير 100 دولار، يعني تصبح القيمة حتى بالنسبة للاستيراد قيمة تاع الدينار ترتفع. الدينار الجزائري العملة الوطنية للبلاد قاعد بيشهد انخفاض حاد ومحير جدا في قيمته، وبينما الاقتصاديين بيدوروا على الأسباب، فجأة ظهر تفسير غريب ومفاجئ على الساحة. خلينا نتعمق في القصة دي عشان نكتشف إيه اللي بيحصل بالضبط. وده هو السؤال المثير للجدل اللي في قلب القصة كلها. هل فعلا ممكن تكون شعيرة دينية هي السبب الأساسي وراء أزمة عملة وطنية بحالها؟ يلا بينا نشوف الأدلة. طيب، قبل ما نوصل للاتهام المدهش ده، مهم قوي نفهم حجم المشكلة. الدينار الجزائري حالياً بيواجه ضغوط اقتصادية رهيبة، وقيمته بتتآكل بسرعة، وده طبعاً بيأثر على حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر. الاقتباس ده من المصدر بيلخص الوضع بشكل بليغ جداً. الموضوع مش مجرد انخفاض بسيط، لا، ده انهيار بيتوصف إنه سريع وقوي، بالظبط زي صخرة بتقع من فوق جبل. وهنا الأزمة بتبان بجد. في زي عالمين متوازيين لقيمة الدينار: السعر الرسمي اللي الدولة بتتحدده، والسعر الثاني اللي هو السعر الحقيقي في السوق السوداء أو السكوار زي ما معروف محلياً. الفجوة بينهم ضخمة، لدرجة أنه سعر اليورو في السوق السوداء تقريباً ضعف سعره الرسمي، وده بيوضح قد إيه الثقة في القيمة الرسمية للعملة متدهورة. في نص الأزمة دي كلها، وبدل ما التركيز يكون على العوامل الاقتصادية التقليدية، ظهر على شاشات التلفزيون الجزائري تفسير مختلف تماماً، تفسير أثار جدل وسخرية كثير. أيوة، زي ما سمعتوا، ده اللي اتقال بالحرف الواحد. محلل اقتصادي وعلى قناة رسمية شاور بصباعه مباشرة على الحجاج والمعتمرين. النظرية بتقول إن العدد الكبير من المواطنين اللي بيروحوا يعملوا عمرة بيخلق طلب ضخم على العملات الأجنبية زي اليورو والدولار، وده اللي بيسبب انهيار قيمة الدينار في السوق السوداء. بس يا ترى الكلام ده منطقي؟ هل الادعاء ده بيصمد قدام الحقائق والتدقيق؟ المصدر اللي بنعتمد عليه بيطرح أسئلة منطقية جداً بتشكك في صحة النظرية دي من أساسها. النقطة الجوهرية هنا هي: طيب ليه الجزائر بس؟ ملايين المسلمين من دول زي المغرب وتركيا ومصر وباكستان بيروحوا الحج والعمرة كل سنة، ورغم كده عمرنا ما سمعنا إنه الدرهم المغربي أو الليرة التركية انهارت بسبب الموضوع ده. التناقض ده بيخلينا نشك بجد، هل العمرة هي السبب الحقيقي ولا مجرد شماعة نعلق عليها الفشل؟ طيب، لو مش العمرة هي السبب، يبقى إيه هي العوامل التانية اللي ممكن تفسر ضعف الدينار؟ المصدر هنا بيشير لمجموعة مشاكل اقتصادية هيكلية، يعني عميقة ومتجذرة في الاقتصاد الجزائري نفسه. دي هي العوامل اللي كتير من الاقتصاديين بيشوفوها الأسباب الحقيقية. الاعتماد شبه الكلي على النفط بيخلي الاقتصاد رهينة لتقلبات أسعاره العالمية. السوق السوداء الضخمة بتضعف النظام المصرفي الرسمي، وكمان الفساد والنموذج الاقتصادي المنغلق بيعتبروا عوائق أساسية قدام استقرار العملة ونمو الاقتصاد. وعشان نفهم الوضع أكتر لازم نعرف مصطلح الاقتصاد الريعي. ده ببساطة هو النموذج الاقتصادي للجزائر، يعني الثروة بتيجي بشكل أساسي من بيع النفط والغاز للخارج، فلما أسعار النفط بتنزل إيرادات الدولة من العملة الصعبة بتقل، وده بيحط ضغط رهيب على قيمة الدينار. وعشان نوضح تأثير السياسات الاقتصادية المختلفة، المصدر بيقدم مقارنة مباشرة ومهمة قوي بين الجزائر وجارتها المغرب. خلينا نشوف الاختلافات دي عاملة ازاي على أرض الواقع. الشريحة دي بتلخص الفرق الشاسع. في المغرب المسافر ممكن ياخد لحد 10,000 يورو بسهولة من البنوك، والدرهم قابل للتحويل في أي مكان. أما في الجزائر فالحصول على عملة صعبة من القنوات الرسمية عملية معقدة جدا ومحدودة، وده بيجبر الكل يلجأ للسوق السوداء. القيود الصارمة دي هي اللي بتغذي السوق الموازية وبتضعف العملة، مش رحلة العمرة. إذن بعد ما استعرضنا كل النقاط دي، إيه الخلاصة اللي ممكن نطلع بيها من الرواية المتضاربة دي؟ دي هي النتيجة اللي بيوصل لها المصدر. فكرة إن الشعائر الدينية هي سبب الأزمة الاقتصادية دي بتبدو كمحاولة لصرف الانتباه عن القضايا الحقيقية والأكثر تعقيداً،
زي إدارة الاقتصاد والفساد والاعتماد على النفط. يعني هي قصة بسيطة ومريحة لتفسير مشكلة معقدة ومؤلمة. وبنختم بالسؤال ده عشان نفكر فيه. لما بيتم استخدام كبش فداء، سواء كانوا الحجاج أو أي مجموعة تانية، عشان نخبي المشاكل الحقيقية، التكلفة مش بس بتكون تأخير الحلول، لأ، دي ممكن توصل لفقدان الثقة وتعميق الانقسامات في المجتمع. فيا ترى إيه هي العواقب طويلة المدى لأسلوب زي ده؟